الجلسة الافتتاحية لقمة منتدى الهند إفريقيا 2015 بمشاركة قادة ورؤساء دول وحكومات أزيد من 40 دولة إفريقية من أصل البلدان الإفريقية 54 المشاركة في هذه القمة إلى جانب الهند، ما يجعل هذا الملتقى أكبر تجمع لقادة دول أجنبية في الهند منذ أكثر من 40 سنة. وتكتسي مشاركة جلالة الملك محمد السادس نصره الله في أشغال الدورة الثالثة لقمة المنتدى الهندي الإفريقي أهمية خاصة نظرا للدور الواسع الذي يلعبه جلالة الملك على المستوى القاري والجهوي، وما يتمتع به المغرب من موقع استراتيجي متفرد يجعله بوابة لا محيد عنها لولوج الفضاء الإفريقي الأوروبي. قمة المنتدى الهندي الإفريقي الحالية ليست مجرد حدث دبلوماسي يحتفي بالوفرة والفرص والإمكانات، بل ستشكل فرصة مناسبة لاستغلال الفرص الجديدة التي أطلقتها النهضة الموازية والمترابطة في الهند وإفريقيا، وخاصة عبر المزاوجة بين الموارد الإفريقية والخبرات الهندية. خطاب جلالة الملك أمام القمة: الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. معالي الوزير الأول لجمهورية الهند، أصحاب الجلالة، أصحاب الفخامة والمعالي، حضرات السيدات والسادة، يطيب لي أن أعبر عن عميق سعادتي بالمشاركة في أشغال القمة الثالثة للمنتدى الهندي الإفريقي هنا في نيودلهي بهذا البلد الصديق وأحد أهم شركاء المغرب، وهي مناسبة أستحضر فيها بكل تأثر واعتزاز أول زيارة للهند سنة 1983 عندما ترأست وفد المغرب لمؤتمر حركة أدمين انتحياز، ثم أول زيارة رسمية سنة 2001، وكذا العلاقات المتميزة التي تجمع بلدينا منذ عهد جدنا المنعم جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه والزعيم الكبير جواهر لال نهرو وكفاحهما من أجل تحرر واستقلال الدول الإفريقية. كما نعبر عن إعجابنا بتجربة الهند في تطوير نموذج تنموي رائد مكنها من الارتقاء إلى مصاف القوى الصاعدة، وهو ما يعزز طموحها المشروع للقيام بدور أساسي في أجهزة الأمم المتحدة المكلفة بحفظ الأمن والسلم الدوليين. إنما يؤهل الهند لهذه المكانة هو ما تتميز به سياستها الخارجية من اتزان ومسؤولية في احترام الشرعية الدولية والوحدة الترابية للدول والدفاع عن مصالح الدول النامية وقضاياها العادلة. وإذ نعبر عن تقديرنا للموقف البناء لجمهورية الهند في قضية الصحراء المغربية ودعمها للمسار الأممي لحل هذا النزاع المفتعل، فإننا نتأسف لكون بعض الدول لم تستطع التطور بحيث ما زالت تردد خطابات وأطروحات متجاوزة مر عليها أكثر من 40 سنة.